قبل ما نبدأ الفيديو خلينا نقف لحظة كده وندعي لأهل السودان. البلد دي بتمر بوجع محدش يتمنى يعيشه. ناس بتتعذب وتموت ومش لاقيين أكل ولا علاج. يا رب احفظ السودان وأهلها. هو الناس بتتغير ولا كانت عاملة لنا فيلم واحنا صدقناه؟ يعني تبقى قاعد مع ناس بتضحك ومطمن وانت معاهم، واللي يقولك انت اخويا، وتلاقي نفس الشخص ده هو اللي بيبيعك. تسأل نفسك سؤال بسيط: هو اتغير ولا ايه اللي حصل؟ بس تيجي تفكر مع نفسك كده تقول هو ليه اصلا انا بفكر ان هو يكون اتغير؟ مش ممكن يكون كان لابس قناع ووقع منه؟ قبل ما تحكم على الناس وتقول هم فعلا اتبدلوا، لازم تسأل نفسك سؤال: هو فعلا الناس بتتغير ولا الظروف بس كشفتهم؟ خليك معايا لان اللي جاي رحلة كشف، رحلة فيها صدمة وضحكة وشوية وجع. استعد، لان الفيديو ده مش هيفكرك بالناس اللي اتغيرت بس، لا، ده هيفكرك بنفسك قبل ما انت كمان تتغير. انا رشدي ودي سلسلة غير الصورة. خليني اقول لك حاجة: الناس مش بتتغير، الناس بتظهر، بس تظهر لما يحصل لك موقف ساعتها كل حاجة بتبان. الناس بتبان في الازمات مش في الضحك والهزار. لما تكون الدنيا سهلة كله يقول انا معاك، بس لما الدنيا تمطر اللي في ظهرك بيختفي. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. يعني لازم نتجرب عشان نعرف هنا أبناء المجهول. المحنة مش دايما عقاب، ساعات بتكون كشف. تكشف مين اللي بيجاهد فعلا ومين اللي بيجاهد بالكلام. بكل بساطة المواقف عاملة زي النار، بتصهر الحديد وبتحرق الورق، وساعتها بس تعرف مين اللي كان حديد ومين اللي كان ملوش لازمة. في ناس بقى عندها موهبة غريبة، تسيبك مش عشان غلطت لكن عشان حد تاني فاهمه أكتر. بس الحقيقة هو ملقاش حد تاني فاهمه ولا حاجة، هو لقى حد لسه ما اكتشفوش. اللي يسيبك عشان حد غيره عمره ما بيختار صح، هو بيفتكر انه كسب بس هو خسر اللي كان حقيقي. زي اخوة سيدنا يوسف عليه السلام، افتكروا انهم خلصوا منه لما باعوه بدرهم، بس هو اللي بقى العزيز وهم اللي رجعوا يطلبوا منه المساعدة. الخيانة ساعات بتفتح باب الكرامة. في ناس فعلا بتتغير بس مش ضدك، لا، بتتغير عشان نفسها. المشكلة مش في الناس بس، المشكلة اننا بنقيسهم بنفسنا ونقول انا ما كنتش اعمل كده. بس انت مش هو، ونفسك مش نفسه. في ناس شكلهم محترم بس اول ما تتعرض لموقف حقيقي تختار نفسها وتسيب الكل، مش عشان هما اتغيروا، لا، بس عشان رجعوا لطبيعتهم. في ناس تقولك انا لو ربنا فتحها عليا مش هتغير ابدا، ولما ربنا يفتحها تكتشف ان اول حاجة غيرها هي اخلاق. الفلوس والشهرة او غيرها مش بتغير بس بتكشف. مثال تاني: لو واحد مش مصاحب اي حد وكده انت اتعرفت عليه، بس كده خلاص انت اخويا ويمدح فيك ومش هيخسرك. عدى فترة صاحب بدلك كتير، ساعتها انت مش هتبقى مهم بالنسبة له. كبراء وما اسمحلوش ان لو حصل مشكلة ما بينكم يصار. ليه؟ عشان في غيرك كتير. طب هو اتغير؟ لا خالص، هو اتكشف بس. في نوع تاني اغرب بقى، ان هو لو خاصم حد يبقى انت كمان لازم تخاصم. لازم تعرف ان اللي بيحبك هو اللي بيخليك تحب الناس، مش يكرهك فيهم. تعرف مين اللي فعلا اتغير؟ اللي سكت مش ضعف، سكت عشان فهم. اللي بطل عشان يرضي الكل وبدأ يعيش. اتعلم ان اللي بيحبك مش محتاج تشرح، واللي بيكرهك مش هيفهمك حتى لو شرحت له. بس خلي بالك، انت ممكن تضحك على كل الناس بس عمرك ما تضحك على ربنا. فقبل ما تسأل هو الناس بتتغير ولا لا، اسأل نفسك: انا بظهر حقيقي ولا لسه لابس القناع؟ لان ربنا مش بيبص على وش، ربنا بيشوف اللي جوه قلبك. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. بس كده، سلام.